رغم أن الإنفاق الحكومي في كوريا الجنوبية شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 13.49% في عام 1995 إلى 22.64% في عام 2024، إلا أنه لا يزال يعتبر منخفضًا عند مقارنته بالدول المتقدمة. يشير ذلك إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تحتفظ بدور محدود في توجيه الاقتصاد. عند النظر في إنفاق الحكومة الكورية الجنوبية بالنسبة للناتج المحلي مقارنة بدول متقدمة أخرى مثل اليابان وألمانيا، يتضح أن نسبة الإنفاق لا تزال أقل بشكل ملحوظ. هذه المعطيات تبرز التوجه الاقتصادي الذي يعتمد على التوجهات الصناعية أكثر من دعم الحكومة المباشر. عند مقارنة الإنفاق الحكومي في كوريا الجنوبية مع تلك البلدان ذات الدخل المنخفض، يتضح أن الحكومة تلعب دورًا أصغر في إدارة الاقتصاد. هذا التوجه قد ساهم في تسريع نمو الاقتصاد الكوري في العقود الأخيرة. يمكن أن يعزل الانخفاض في الإنفاق الحكومي على برامج الرفاهية إلى الاستراتيجيات التي تركز على النمو المدعوم بالصناعة. تسلط هذه الاستراتيجيات الضوء على أولويات الحكومة والتوجه نحو تعزيز القدرات الإنتاجية. إن تاريخ كوريا الجنوبية يعكس تأثيرًا عميقًا على هيكلها الاقتصادي، الأمر الذي يفسر القرارات الحكومية المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي. هذه الخلفية التاريخية تبرز أيضًا استراتيجيات النمو التي اتبعتها الحكومة عبر الزمن. الطفرة الاقتصادية التي شهدتها كوريا الجنوبية بدأت في ستينيات القرن العشرين، حيث جاءت مع التركيز الواضح على عمليات التصنيع والنمو المعتمد على التصدير. هذا الاتجاه أسهم بشكل كبير في تشكيل السياسات الاقتصادية السائدة حالياً. ينعكس تاريخ الإنفاق الاجتماعي في كوريا الجنوبية على التوجه العام نحو التنمية الصناعية بدلاً من التركيز على برامج الرفاهية. لقد استمر هذا الاتجاه لانخفاض لعقود، مما يشير إلى استمرارية في استراتيجيات التنمية. عند مقارنة الإنفاق على الرعاية الصحية بين كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتقدمة، يتضح وجود فجوة كبيرة. هذا الأمر يحمل دلالات حول التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية الكوري، مما يستدعي الانتباه والاعتناء بالمواطنين. تشير البيانات إلى أن الإنفاق الحكومي في كوريا الجنوبية يعتبر منخفضاً مقارنة بالدول المتقدمة. هذه المعطيات تثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على مستوى رفاهية المواطنين، مما يعكس الحاجة لإعادة التفكير في السياسات الحالية. يظهر الإنفاق الاقتصادي لكوريا الجنوبية تفوقاً على دول مثل الولايات المتحدة، حيث كان الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً بشكل ملحوظ. هذه المقارنة تسلط الضوء على الفروق في النماذج الاقتصادية بين الدول. تاريخياً، اعتمدت كوريا الجنوبية بشكل كبير على الشركات العائلية الكبيرة المعروفة باسم تشائابل لتوفير الوظائف والاستقرار الاجتماعي. هذا الاعتماد جعل الحاجة إلى شبكة أمان حكومية كبيرة أقل ضرورة. علاوة على ذلك، لعبت الثقافة والحذر المالي دورًا مهمًا في إبقاء الإنفاق الحكومي محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو السريع للاقتصاد الكوري لم يترك الكثير من الوقت لتطوير الخدمات الاجتماعية. تتواجد دراسات تدعم فكرة الحكومات الكبيرة، بينما تؤكد أخرى على فوائد الحكومات الصغيرة. من الصعب تحديد أي الجانبين هو الصواب أو الخطأ في هذا السياق، مما يستدعي مزيداً من البحث والتحليل. تشير البيانات إلى أن الحكومات التي تنفق أكثر غالباً ما تتمتع بمعدلات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما يتضح في حالات مثل ألمانيا وفرنسا واليابان. هذا يشير إلى أهمية التوازن بين الإنفاق والنمو الاقتصادي. على الرغم من أن كوريا الجنوبية تتمتع بناتج محلي إجمالي للفرد أعلى من اليابان، إلا أن إنفاقها الحكومي يعتبر أقل. هذه الفجوة تبرز الاختلافات في نموذج النمو الاقتصادي بين الدول. تظهر بيانات معامل جيني لعام 2022 أن كوريا الجنوبية تتفوق على دول مثل اليابان وألمانيا في توزيع الدخل، على الرغم من انخفاض إنفاقها الحكومي.
هذه المعطيات تعكس تأثير السياسات الاقتصادية على العدالة الاجتماعية. رغم الفوائد المرتبطة بالنمو الاقتصادي، تظل هناك تحديات مثل نقص شبكات الأمان الاجتماعي وقلة الدعم لكبار السن. هذه القضايا تشير إلى مخاطر مستقبلية تحتاج إلى الوعي والتخطيط الجيد. في الختام، يعتبر الإنفاق الحكومي المنخفض قاعدة إلى فوائد مثل تقليل مستويات الديون، مما يضع كوريا الجنوبية في وضع مالي أفضل مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى. هذه الديناميكية تشير إلى أهمية استراتيجيات الإنفاق في صياغة مستقبل الاقتصاد.